المواطنين، تتبع ليس فقط من طرف ال 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 الوالي ديال الجهه والعامل، بل وحتى رئيس الحكومه في اطار لجنه موسعه تعنى بالاشراف والتنسيق نعم العام. دكتور اولا زهر. هناك واحد دور اكبر للامركزيه ولا تركيز، لان الامر يتعلق بعامل العماله او الاقليم، رئيس والي الجهه ثم رئيس الجهه المنتخب. العامل والوالي تيصنعوا المشاريع ويقوموا بالتنفيذ ديالها. رئيس الجهه يرى مدى التناغم والانسجام والتكامليه والاندماجيه ديال هذه المشاريع. وطبعا الوالي ديال الجهه الممثل للسلطه المحليه، الممثل لوزاره الداخليه، طبعا هذا سيشرف واضح. على مدى تنفيذ أستاذ هذه زهرو، اليوم. نعم دائما ما يطرح التفاوت بين الجهات، وقد أشرت إلى ذلك في سياق كلامك، يطرح تحديا كبيرا. كيف يمكن لهذا الجيل الجديد من البرامج أن يحقق توازنا حقيقيا بين الأقطاب الاقتصادية الكبرى والمناطق القروية في إطار رؤية المغرب المندمج؟ هو النهوض بالجهه كواحد الوحده رافعه ديال التنميه المندمجه في بلاد، وهو ما حصل بالامس. اصلاح نظام الجهويه، اصلاح القانون التنظيمي ديال الجهات حتى نعطيها واحد الدور اكبر على مستوى الاختصاصات، ما يبقاش هناك تداخل بينها وبين الاداره المركزيه. على مستوى الموارد الماليه اليوم راها ستمنح لها موارد ماليه اكبر حتى تقوم بدورها كاملا في تحقيق التنميه داخل شكرا جزيلا. الجهات. ثم اعتقد على انه اليوم الاراده الملكيه هي ان نجعل من الجهه واحد الرافعه ديال التنميه وتقوم بدورها كاملا. وهذا طبعا شكرا حتى نستجيب للتحديات او نتفادى والتحديات والاكراهات التي وردت. نتذكر جميعا المناظره الوطنيه حول الجهويه الاخيره والرساله الملكيه بالمناسبه، ووقوف جميع المشاركين والمتدخلين والمؤسسات على ضروره احداث واحد التغيير جذري في القانون التنظيمي ديال الجهويه، لانه ثبت على انه يعوق القيام بدورها كاملا والاستقلاليه الماليه التي يجب ان تتوفر عليها. الأستاذ رضوان زهرو، أستاذ الاقتصاد بكلية العلوم القانونية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أشكرك جزيل الشكر.